هذه آلة كغاتان توجديها في هاد رمضان، راه ما يمكنش حال كتجي بنينه وكتجي هشيشه وصحيه وغتعجب الكبير والصغير. ساهل وبنين ولذيذ وكيجي رائع في المذاق، غير جربوه وردوا عليا. ودغيا كيوجد تبعوا معايا الوصفه. في مقله سخونه غادي ندير شويه ديال الزيت مع بصله وملح وابزار فقط، يعني ما نزيدوش بزاف ديال التوابل. ومن بعد غادي نزيد شويه ديال الثومه، وملي كطيح البصله كنزيد القطع ديال السالمون اللي عندي. تقدري ديري الكروفيت او لاستر ديال الدجاج، يعني اللي عندك في الدار تقدري تقدي به. نخليهم غير يتسوطاو شي شويه ونحيدوهم. وفي لاصوص غادي نحتاج لا كريم فريش ديال الطبخ، 4 البيضات. نطرب كلشي مزيان حتى يتجانسوا لي هاد المكونات. ومن بعد غادي نزيد الكميه الثانيه ديال لا كريم فريش اللي بقات لي، والشبات والملح والابزار. ومن بعد نخلط كلشي، في الاخير نزيد الفرماج اختياري، تقدري تستغناي عليه. وكنعاودو نطربوا كلشي مزيان حتى كيتجانسوا لنا كاع المكونات. فواحد المولقه ديت فيها العجينه ديال الكيش وغادي نتقبها مزيان. ومن بعد غادي ندير الحشوه فوق لاباط. ومن بعد كنزيد شويه ديال البروكولي، تقدري ديري لي زيبينا. ومن بعد غادي نزيد لاصوص اللي قدينا ديال لا كريم فريش مع البيض، وندخلوها في الفرن على 180 درجه حتى يطيب مزيان وتجمع لينا لاصوص. وها هو الكغاتان ديالنا واجد صحي وبنين وكيعجب الكبير والصغير. جربوه وقولوا لي في لي كومونتير شنو بان لكم، وبصحه والراحه.